ماذا رأيت في الرحلة دي وبنيت عليها ازاي ما نعرفه الآن بأفريقيا ترى؟ يعني كانت الحاجة الأساسية إنك بتجد إن في احتياج كبير جدا جدا، وأن هناك أشياء صغيرة جدا جدا ممكن تسمع. عارف كده لما كان الناس تسمع كلمة يقول لك مثلا في الأرياف الجنيه بيرن. يعني إيه الجنيه بيرن؟ يعني الجنيه جنيه، الجنيه هناك غير الجنيه عندنا. تعال لما كان الجنيه يعني مثلا نقول دلوقتي ال 100 جنيه 100 جنيه مختلفة جوه الأرياف عن 100 جنيه في التجمع. في فرق في الأثر بتاع ال 100 جنيه. نفس الفكرة انك انت بحاجات بسيطة جدا 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 ناس في احتياج شديد جدا. فكان اكتر حاجة استرعت انتباهي هي فكرة الاطفال اللي بيعانوا من قصر النظر وبيتسربوا من التعليم بسبب قصر النظر ده. وكل اللي هم محتاجينه اولا يعرفوا ان هم عندهم قصر نظر، ده اول حاجة. ثانيا انك تديهم نظارة. فكرة بسيطة جدا جدا جدا. فلك أن تتصور أن بالفكرة البسيطة دي احنا رحنا دول كثيرة جدا في أفريقيا، تعاوننا مع وزارات الصحة في البلاد دي أن احنا نعمل كشف لعدد من الطلاب في المدارس على قد جهدنا طبعا، لأن كلها كانت مجهودات فردية بتتم من الأهل والأصدقاء فقط. يعني ان انت بتكلفة بسيطة، تكلفة النضارة بالجهاز اللي بيكشف، وهذا الجهاز يعني هتكلم عنه بعد شوية، النضارة بالجهاز بكل حاجة كانت لا تتعدى بشحنها بكل شيء لا تتعدى $10 كلها على بعضها كده. وكان ساعتها ودي حتى الآن يعني لو ب 500 جنيه بتعمل كل ده برضو لسه في يعني رقم كويس قصاد الأثر بتاعه اللي بيحصل للطفل.